حالة من الهستيريا والجنون لعمرو أديب، لحظة ضربة جزاء الرجاء البيضاوي. هوريك دلوقتي بالصوت وبالصورة لحظة جنون وهستيريا عمرو أديب، لحظة لعبة البلانتي أو ضربة جزاء الرجاء البيضاوي اللي جت في العارضة وما دخلتش هدف. هوريك دلوقتي عمرو أديب انفعل على الهوا وكان فاضل له شوية ويكسر الاستوديو على اللي فيه. في البداية بس كده صلوا على النبي ويا رب تكونوا بصحة وبخير وبسلام، واتمنى من حضرتك لو مش مشترك في القناة تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتشير الفيديو. وتعالوا اوريكم عمرو اديب لحظة انفعال والعرق الزملكاوي خرج منه وكان فاضل له شوية ويتجنن ويحصل له حالة لطف. تعالوا نشوف عمرو اديب قال ايه. الآن لازم يكون في واحد معجزة صغنن، يعني لازم زي ما قال لازم يكون في واحد معجزة صغنن في الشوط الثاني علشان الاهلي يتغلب 3. واحد معجزة صغنن مش معجزة كبير، يعني لازم يكون في معجزة صغنن لانه صعب جدا الاهلي يدخل فيه 3 اجوان في الشوط الثاني. والعارضة تحركت نادي محظوظ. الحظ بتاع الاهلي لم يورد في اي نادي. محظوظ المقص اتحرك 3 ملي، يعني عمري ما شفت مقص بيتحرك، اتحرك 3 ملي. وادي القائد